أهلا بكم. بصوا، أي مستشفى في الدنيا بتبقى مليانة مخاطر ومشاكل ممكن تحصل في أي لحظة. بس السؤال إيه اللي بيطرح نفسه دايما هو أنهي مشكلة أهم من التانية؟ يعني إيه اللي لازم نتحرك عشانه فورا وإيه اللي ممكن يستنى شوية؟ النهاردة بقى هنتكلم عن أداة بسيطة جدا بتساعدنا نجاوب على السؤال ده بطريقة علمية وواضحة. وده بالظبط هو السؤال اللي بجد بيحير أي حد شغال في مستشفى. يعني تخيلوا معايا كده كمية الحاجات اللي بتحصل كل يوم، من غلطات صغيرة ممكن ما تتلاحظش لحد حوادث كانت ناقص لها تكة وتبقى كارثة. من غير نظام واضح هنلاقي نفسنا بنجري ورا المشاكل، بنطفي حرايق هنا وهنا بدل ما نكون بنمنعها أصلا. طيب إزاي بقى نرتب كل الفوضى دي ونعرف نبدأ منين؟ يلا بينا نشوف. الموضوع مش عشوائي خالص ومش بيعتمد على التخمين، لا، في طريقة منظمة جدا، طريقة منطقية بتخلينا نعرف بالظبط ايه اللي محتاج تركيزنا دلوقتي حالا. الحل بقى موجود في أداة بسيطة اسمها مصفوفة تقييم السلامة. الاسم ممكن يبان كبير شوية، بس صدقوني هي فكرتها أبسط مما تتخيلوا. كلها على بعضها قايمة على سؤالين اتنين بس، سؤالين هم اللي بيحلوا اللغز كله. تعالوا نمسكهم سؤال سؤال ونفهمهم. أول سؤال لازم نسأله هو: طيب لو المشكلة دي حصلت فعلا، يا ترى حجم الضرر بتاعها هيكون قد إيه؟ الأذى اللي ممكن تسببه ده كبير ولا صغير؟ ده بقى اللي بنسميه مقياس الشدة، والمقياس ده متقسم لأربع درجات أو مستويات. أعلى مستوى خالص هو كارثي. ده معناه إن الحدث ده كان ممكن، وخدوا بالكم من كلمة ممكن، يؤدي للوفاة أو ضرر مستديم للمريض. ودي أهم نقطة في الموضوع كله. إحنا بنقيم على أساس أسوأ سيناريو كان ممكن يحصل، مش على أساس اللي حصل فعلا. يعني إيه؟ يعني لو عندنا مريض حاول ينتحر والتمريض لحقه في آخر ثانية ومنعه، الحدث ده بيتصنف كارثي. ليه؟ مش عشان المريض حصله حاجة، لا، عشان النتيجة المحتملة كانت الوفاة. ننزل درجة نوصل للمستوى التاني وهو جسيم، وده بيشمل أي ضرر بيسيب أثر دائم، زي إنه يقلل وظيفة من وظائف الجسم، أو إنه يكون محتاج تدخل جراحي عشان يتصلح، أو حتى إنه يطول إقامة المريض في المستشفى فترة طويلة. بعد كده عندنا المستوى المتوسط. هنا بقى بنتكلم عن ضرر مؤقت، بس بيخلي المريض محتاج يقعد في المستشفى فترة أطول شوية، أو محتاج مستوى رعاية أعلى بشكل مؤقت لمريض واحد أو اتنين بالكتير. وآخر حاجة وأقل درجة هي بسيط، ودي بقى الحوادث اللي بنقول عليها عدت على خير، يعني ما حصلش منها أي إصابة للمريض ولا احتاجنا نزود مدة إقامته ولا نغير مستوى الرعاية. تمام، كده إحنا فهمنا أول جزء من المعادلة وهو الشدة أو حجم الضرر. نيجي بقى للسؤال التاني اللي بتسأله المصفوفة. طيب، المشكلة دي أصلا احتمالية إنها تحصل قد إيه؟ يعني بتتكرر كل قد إيه عندنا في المستشفى؟ وهنا برضو الموضوع متقسم لأربع مستويات. أول حاجة متكرر، وده معناه إن الحدث ده ممكن يحصل كذا مرة في السنة الواحدة. بعده محتمل، وده ممكن نشوفه مرة كل سنة أو سنتين. بعدين غير شائع، وده ممكن يحصل مرة كل سنتين لخمس سنين. وآخر حاجة نادر، وده بقى اللي ممكن يحصل مرة كل خمس سنين أو يمكن أكتر كمان. حلو قوي. دلوقتي معانا جزئين، الشدة والاحتمالية. جه الوقت بقى إننا نركبهم على بعض عشان نشوف الصورة الكاملة، عشان نشوف مصفوفة تقييم السلامة دي شكلها إيه وإزاي بتشتغل بالظبط. بصوا كده على الجدول ده، هي دي المصفوفة. الأعمدة اللي فوق هي مستويات الشدة الأربعة اللي اتكلمنا عليها، من أول بسيط لحد كارثي، والصفوف اللي في الجنب هي مستويات الاحتمالية الأربعة. الطريقة سهلة جدا، بنشوف الحدث بتاعنا شدته إيه واحتماليته إيه، ونشوفهم بيتقاطعوا فين في الجدول. الرقم اللي بيطلع لنا هو ده مستوى الخطورة. لو طلع 3 يبقى دي خطورة عالية جدا ومحتاجة تدخل فوري، لو طلع 2 تبقى خطورة متوسطة، ولو 1 تبقى خطورة قليلة. طيب، الكلام النظري ده حلو وكل حاجة، بس عشان الموضوع يثبت في دماغنا مفيش أحسن من الأمثلة الحقيقية. تعالوا نطبق الكلام ده على سيناريوهات ممكن تحصل فعلا جوه مستشفى للصحة النفسية. أول سيناريو معانا مريض حاول يأذي نفسه باستخدام أداة حادة، بس الحمد لله الممرضة كانت صحية وشافته في آخر لحظة وقدرت تمنعه. النتيجة النهائية 0 إصابات، المريض سليم تماما. هنا بقى نرجع تاني لأهم نقطة في الموضوع كله، الأذى اللي حصل فعلا كان إيه؟ بسيط أو يعتبر مفيش أذى خالص. لكن الأذى المحتمل كان إيه؟ كان كارثي، كان ممكن يؤدي للوفاة. هو ده اللي بنقيم على أساسه. مش بنقيم على أساس إننا كنا محظوظين والموضوع عدى، لأ، بنقيم على أساس أسوأ حاجة كانت ممكن تحصل. فلما نيجي نحط الكلام ده على المصفوفة بتاعتنا، هنروح لعمود الشدة ونختار إيه؟ هنختار
كارثي. طيب وبالنسبة للاحتمالية، الحوادث اللي زي دي للأسف ممكن نعتبرها محتملة في مستشفيات الصحة النفسية. طيب لما كارثي تتقاطع مع محتمل بتدينا رقم كام؟ بتدينا 3، أعلى درجة خطورة. ده معناه إن الحدث ده اللي ما حصلش فيه أي إصابة لازم يتعمل له تحليل فوري وشامل عشان نعرف إزاي نمنعه في المستقبل. طيب ناخد مثال تاني عشان الصورة توضح أكتر. سيناريو رقم 2، مريض أخد جرعة غلط من دواء مهدئ. نتيجة الغلط ده المريض حس بشوية دوخة بسيطة والموضوع اتعالج بسرعة جدا وما حصلش أي مشاكل تانية. هنا بقى الشدة بتاعة الضرر اللي حصل كانت إيه؟ ممكن نقول متوسطة. طيب واحتمالية حدوث خطأ دوائي بسيط زي ده للأسف ممكن تكون متكررة. يبقى لما نروح للمصفوفة ونشوف تقاطع متوسط مع متكرر هنلاقي النتيجة هي رقم 2. وده معناه إيه؟ معناه إن الموضوع ده مهم طبعا ولازم نحلله، بس أولويته أقل من السيناريو الأولاني بتاع محاولة إيذاء النفس اللي أخد رقم 3. وهو ده بقى اللي بيوصلنا للهدف الحقيقي من الأداة دي كلها. المصفوفة دي مش مجرد طريقة نحط بيها أرقام للمشاكل وخلاص، لا، دي أداة هدفها تغير طريقة تفكيرنا كلنا. بدل ما نقعد ندور مين اللي غلط، بنبدأ ندور إزاي نصلح السيستم نفسه عشان الغلطة دي ما تتكررش تاني أبدا. السؤال الأهم في النهاية مش إيه اللي حصل ومين السبب، لا، السؤال هو إزاي نتعلم من اللي حصل ده ونضمن إنه ما يحصلش تاني خالص.